السلام عليكم، معاكم سارة عطية. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض صوابع زينب بطريقة سهلة قوي، في دقايق بالظبط تكون جاهزة عندك من غير تخمير ولا أي حاجة، وفي نفس الوقت بمكونات بسيطة. وأنا كمان النهاردة عاملة لها إضافة مميزة قوي، وهي إن أنا هعملها بالبرتقال. فخليكم معانا ويلا نشوف مكوناتها والمقادير مع بعض. هجيب البولة اللي انا هشتغل فيها وهبتدي احط كوباية ونص من دقيق السميد الناعم، ومعاهم كوباية من الدقيق، وكمان نص معلقة من البيكنج صودا، ومعلقة كبيرة من اللبن البودر، وربع كوباية من الزيت، وهضيف معلقة صغيرة من بشر البرتقال، وكوباية الا ربع من عصير البرتقال. وهبتدي بقى بالمعلقة اقلب كل المكونات دي كويس مع بعض. تمام كده. هشيل بقى المعلقة وابتدي بقى بايدي كده احاول اخلط المكونات كلها مع بعض، مش عجن بس، يدوب كده اخلطهم بايدي. تمام كده زي ما انتوا شايفين. لو لقيت العجينة معايا محتاجة شوية سوائل هضيف لها شوية مية. انا حاساها هنا عايزة شوية مية، فهبتدي كده اضيف معايا كده ربع كوباية مية، هضيف منها شوية شوية. هبتدي بقى دلوقتي اضيف شوية المية التانيين، يعني انا بالظبط ضفت ربع كوباية. بس انتي طبعا ما تضيفيش غير لما تشوفي العجينة في ايدك. لو لقيتيها ناشفة تزودي شوية مية. ألم بقى كده العجينة كويس. اول ما الاقيها كده بتسيب الطبق وبتلم مع بعضيها اعرف ان العجينة كده تمام. دلوقتي بقى هبتدي اشكلها. عندي طريقتين للتشكيل، يا اما هاخد كده قطعة قطعة اشكلها على ايدي شكل دايرة وبعد كده افردها، وابتدي على المصفى بتاعتي اخد نفس شكل المربعات ده اللي هو بيديني شكل صوابع زينب. هعمل واحدة تانية. المهم لو قطعتيها بالطريقة دي تعملي الدوائر كلها قد بعض عشان تطلع قد بعض ويكون شكلها حلو. افردها كده وبعدين اشكلها على المصفى بتاعتي. اي مصفى عندك مفيش مشكلة، او مبشرة عادي. الطريقة التانية بقى ان انا هفردها على ورقة زبدة وابتدي بالقطاعة اقطعها دواير قد بعض، واخد كده دايرة دايرة وابتدي اشكلها برضو على المصفى بتاعتي. يعني الطريقة الانسب ليكي انتي تعمليها. انا عملتلك الطريقتين ووريتهم لك، انتي اعملي الطريقة اللي تريحك. تمام كده. هخلص كل الكمية اللي معايا. دلوقتي بقى عندي زيت سخن على النار، ابتدي انزل فيه واحدة كده اختبر الزيت. لقيته تمام، ابتدي بقى انزل كل الصوابع اللي معايا. هما بينزلوا على زيت سخن. بعد ما اخلص كل يعني الحاجات اللي انا هحطها دلوقتي او الصوابع اللي انا هحطها، ابتدي اهدي النار واسيبها تستوى على مهلها. تمام كده. اقلب فيها بس كل شوية كده وهي على نار هادية لغاية ما تاخد معايا اللون الذهبي. تمام زي ما انتوا شايفين، هي على نار هادية بتاخد اللون الحلو مع نفسها. هي كده اخدت اللون الحلو الذهبي، طلعتها في شربات تقيل ساقع، وحطيت الصوابع التانية اللي معايا برضو على نفس النار الهادية، واقلب فيها برضو كل شوية لغاية ما تاخد اللون الذهبي. اخدت كده اللون الحلو، اطلعها برضو في الشربات التقيل
يعني وهكرر نفس الخطوات لغاية ما اخلص كل الكمية اللي معايا. احط برضو تاني. خلصت كده الكمية اللي معايا كلها. عايزاكوا برضو تشوفوها كده من جوه، يعني مقرمشة بطريقة مش طبيعية، حلوة جدا، هتعجبكم متأكدة. وكمان اضافة البرتقان اللي انا عملتها اديتها طعم مميز قوي وحلو قوي قوي قوي، يعني متأكدة ان هي هتعجبكم. يا ريت كده تجربوها وتبعتولي تطبيقاتكم. هستنى رأيكم في الصوابع زينب لما تعملوها ان شاء الله. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، وما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب في المربع اللي تحت الفيديو. كان معاكم سارة عطية، اشوفكم في وصفة جديدة. باي باي.